السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انتشال جثتي طفلين وفقدان 3 أشخاص بعدما جرفت السيول سيارة بضواحي تطوان. انتشلت فرق الإنقاذ مساء يوم السبت جثتي طفلين، فيما لا يزال 3 أشخاص في عداد المفقودين بعد أن جرفت السيول القوية سيارة لمسافة تقارب 800 متر على مستوى وادي القشر بجماعة بني حرشن بإقليم تطوان. وأفاد مصدر من عين المكان بأن سيارة من نوع رونو إكسبريس كانت تقل أفراد أسرة حاولت الخروج من أحد الدواوير بعدما غمرت المياه منزلها، مشيرا إلى أن السيول جرفت السيارة أثناء محاولتها العبور من قنطرة صغيرة. وأضاف المصدر ذاته أن إحدى الجثتين تعود لطفل عمره 3 سنوات، فيما تعود الثانية لطفلة لم يتم بعد التعرف على عمرها. والسيارة الثانية كان على متنها شخصين جرفتهما المياه كذلك لمسافة أقل بنفس القنطرة دون أن تنقلب، قبل أن يتمكن راكبوها من الخروج بسلام. فرق الوقاية المدنية والسلطات المحلية والدرك الملكي ما تزال تواصل عمليات البحث والتمشيط وسط ظروف مناخية صعبة، في انتظار الكشف عن مصير المفقودين الآخرين. وتشهد المنطقة اضطرابات جوية قوية أدت إلى ارتفاع منسوب الأودية وجريان السيول، مما زاد من خطورة التنقلات في المسالك القروية والمناطق المنخفضة. وتواصلت عمليات البحث والتنشيط على نطاق واسع في إقليم تطوان بمشاركة مختلف المصالح المعنية لتحديد مصير الأشخاص ال4 الذين جرفتهم السيول في منطقة باغغزة. واستخدمت فرق الإنقاذ معدات ثقيلة وكشافات ضوئية لمواجهة صعوبة التضاريس والظروف المناخية. شكرا على مشاهدتكم الفيديو. المرجو الاشتراك في قناة مغرب نيوز من أجل التواصل بأخبار حصرية. شكرا على وفائكم وإلى اللقاء.